لقاءنا مع سماحة المفتي كان نحن بصورة زيارتي لعمان ودبي وابو ظبي، واتصالاتنا فيما يتعلق بعملية دعم المقام ودعم دار الفتوى. في كثير شغل بده ينعمل. في مرحلة بدنا نغير الصورة اللي كانت موجودة عن دار الفتوى. الكل مرتاحين لمواقف سماحته، خاصة بالمؤتمر اللي صار بالازهر والمواقف الجامعة وعملية رفض التطرف اللي عم يصير مرة فيه بالمنطقة. من الاشياء اللي حسناها كمان هو طلبنا من سماحته اذا في يدعي لاجتماع باول السنة لكل المقتدرين من الطائفة السنية، لانه كلياتنا بنعرف نحن عم نطالب دار الفتوى بعملية الاصلاح والتعديلات الادارية، بس كلياتنا بنعرف كمان انه دار الفتوى في عندها مشاكل مالية كبيرة لانه ما كان في دعم داخل الدين، والمطلوب نحن بهالمرحلة انه بالاخر كل القادرين يساعدوا اللي بيهمهم واللي عم نسمع كثير انه في بيحبوا انها ترجع الطائفة للاعتدال. في عندنا موازنة المفروض نشتغلها بصندوق يكون الكل مشاركين فيه. نتمنى على كل القادرين انه يلبوا لهالدعوة، لانه بالنتيجة اذا نحن ما بلشنا بتحسين اوضاع المشايخ واوضاع الموظفين بدار الفتوى وبالمؤسسات اللي تابعة دار الفتوى، كيف متوعي منهم انه يطوروا خطابهم حتى بالاخر يساعدوا اولادنا ويعلموا الافكار والاعتدال الموجودة فيه. نتمنى على الكل، ولا حاعمل انا برمتي على بعض المرجعيات حتى نوصل لهالمرحلة انه قادرين انه نوصل لعملية ان نساعد الدار، وان شاء الله السنة الجاي نوصل لمرحلة يكون في عنا وجود كامل حتى يكون في استقلالية، لانه اذا عملنا هالصندوق ساعتها لما بيكون في عملية طلب من الدول الاسلامية لدعم دار الفتوى، ساعتها منا طالبين منهم حتى يدفعوا معاشات حتى ما يصفي في عملية استفادة شخصية، طالبين منهم بالاخر يساعدونا لبناء المؤسسات يلي نقدر نوصل دار الفتوى للمركز اللي نحن كنا طالبين منه. شو ده استاذ